مؤخرا كده كان في خبر انتشر للكابتن عمرو الحلواني انه هيقدم عمر مرموش في المؤتمر الصحفي بتاع مانشستر سيتي وانتقاله من مانشستر سيتي. احكي لي القصه دي وايه اللي حصل. اليوم ده كانوا عاملين زي ستيج كده حلو جدا. اللعيبه الاربعه مش عمر مرموش بس يعني كانوا اربعه. اللعيبه الثلاثه ساعتها الرابع كان لسه ما جاش هم عشان انا بعمل الاداره هناك فهم عارفيني كويس وهم طبعا عاملين الستوري بتاعي عارفين اللعيب كوره بقى وخلاص من كتر ما عارفيني بقى الحمد لله. فقالوا لما عمر مش يتقدم هو هيبقى موجود انا هبقى زي انا وانت كده ومش عارف ايه والتيشيرت بتاعه هو هيمضي عليه وهطلع اتصور معاه في التيشيرت بتاعه ويعني كان هيبقى لقطه حلوه عشان انا مصري وهو مصري وفاهم كان يعملوا حاجه حلوه يعني جميل. بس حصل بقى اللي هي الحاجه اللي هي الحريقه اللي حصلت حصل حريقه اللي هي جنب البتاع فاتلغت البتاع والحمد لله اتلغت يعني. ليه مصر كلها كلمت انا لو كنت طلعت في اللقطه دي كان هيحصل لي حاجه. فهم بس مصر كلها ما قروا خبر كلموك. مصر كلها كلمتني ده مصر كلها كلمتني ولسه ما طلعتش والبتاع اتحرق. الحمد لله ما كلمتكش ساعتها. لما رغم ان انا كنت عرفت بس قلت اتحرق اللي هو فيه. فلو كنت طلعت واتصورت ونزلت كنت ممكن نروح خالص. الحمد لله. لا طبعا بهزر طبعا بس يعني بقدر ما شاء فعل طبعا.